تخيل معايا كده، في أماكن على الأرض محدش في العالم يقدر يدخلها أبداً، مش لأن الباب مقفول بقفل عادي، لأ، دي أماكن محمية بسرية قصوى، واللي يقرب منها ممكن يختفي من على الخريطة. لو فاكر إنك ممكن تفتح أي باب بفلوسك أو نفوذك، استنى لما تسمع عن الأماكن اللي هقولك عليها دلوقتي. بس قبل ما نبدأ، لو بتحب الفيديوهات اللي بتخليك تفكر وتقول إيه الكلام ده؟ اشترك في قناة مخك هيولع وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من أغرب وأخطر الأماكن اللي مش هتصدق وجودها. يلا بينا نبدأ. في أماكن على كوكبنا لو حاولت توصلها مش بس هيتقبض عليك، لأ، ده ممكن حياتك تبقى في خطر حقيقي، مش عشان فيها وحوش أو عفاريت، لأ، عشان ببساطة هي محظورة على أي بني آدم عادي مهما كان منصبه أو ثروته. تخيل مكان مليان أسرار عسكرية وتجارب علمية محدش يعرف عنها حاجة، ولا حتى الحكومة نفسها بتتكلم عنها. ده بالظبط اللي بيحصل في منطقة معروفة في قلب صحراء نيفادا في أمريكا. مكان مغلق، ممنوع التصوير، ممنوع الاقتراب، واللي يقرب بيتحول لموضوع أمني كبير. ناس كتير بيقولوا إن في كائنات فضائية متخزنة جوه، وناس تانية شايفة إن دي كلها أوهام. بس الحقيقة المؤكدة إن المكان ده مستحيل تدخله. وعلى بعد آلاف الكيلومترات في نص المحيط فيه جزيرة شكلها من بعيد جنة، خضرة ومية وصفا، لكن أول ما توصلها هتلاقي نفسك وسط آلاف الثعابين السامة. جزيرة مهجورة تماماً من البشر لأنها ببساطة قاتلة. الحكومة هناك منعت أي حد يقرب منها، وكل اللي بيشتغلوا في الأبحاث محتاجين تصاريح خاصة، ومعاهم دايماً دكاترة وفرق إنقاذ، لأن أي غلطة هناك معناها إنك مش راجع. وفي قلب أوروبا وسط الفاتيكان في أرشيف عمره مئات السنين، مش مكتبة عادية ولا متحف، ده مكان مقفول بالمفتاح حرفياً. بيضم وثائق ومستندات عن تاريخ الكنيسة والسياسة ونظريات كتير عن أسرار عمرها قرون. محدش بيقدر يفتح الباب ده إلا بعد موافقات طويلة، ومع كده في ملايين الصفحات محدش شافها قبل كده. بعيد عن الحضارة كلها، في جزيرة صغيرة سكانها لسه عايشين كأنهم في العصر الحجري، لا موبايلات، لا نت، ولا حتى لغتهم مفهومة، وكل محاولة تواصل من العالم الخارجي بتنتهي بالهجوم. الجزيرة دي محمية بالقانون، وأي قارب يقرب منها بيتمنع، مش بس علشان نحافظ عليهم، لكن كمان علشان نحافظ على نفسنا. وفي الزاوية التانية من العالم، في بلد مفيش حد بيعرف عنها كتير، في مبنى صغير في العاصمة شكله عادي جدا، لكن جواه واحدة من أكتر الغرف سرية في العالم. بيقولوا إنها مسؤولة عن تمويل نظام كامل، فيها ملفات ومعاملات بتمشي اقتصاد دولة كاملة في السر. مفيش صور، مفيش تسجيلات، وكل اللي نعرف عنها مجرد كلام من ناس خرجوا وهربوا من هناك. في الآخر الكوكب اللي احنا عايشين عليه لسه في أماكن محدش يقدر يوصل لها، مش دايما الخطر بيكون واضح، وأوقات كتير السر في المنع بيكون أعمق من مجرد ممنوع الدخول. يمكن عشان ورا الباب ده سر كبير أو خطر أكبر. تحب تدخل أنهي مكان فيهم لو كان عندك فرصة؟ اكتب لنا في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك علشان يوصلك كل جديد من أغرب وأخطر الأماكن في العالم.